لو صحيت من النوم وحسيت انك فوق سريرك بس بره جسمك وانت شايف نفسك نايم، ما تتخضش، انت ما متش. ده اسمه اوت بودي اكسبيرينس، او زي ما بنقولها كده انا طلعت وسايب الجثه ورايا. وبيحصل لناس كتير، لحظه نوم، خوف او توتر، بس انت بتحلم ولا دماغك بتلعب بيك ولا ايه النظام بالظبط؟ العلم بيقول لك في جزء في المخ اسمه temporal junction، لو حصل فيه خلل حتى لو بسيط هتحس انك مش جوه جسمك، كانك بتتفرج على حياتك من كاميرا درون. انما بقى لو حسيت بكده وفي نور بعيد بينور وفي ناس بتندهلك، مخك بيقول الرحله خلاص قربت تنتهي، فده اسمه تجربه القرب من الموت، near death experience. وساعتها اللي بيحصل ممكن تطير بره جسمك، تحس براحه غريبه، تشوف نور ساطع، ويمكن تشوف ناس بتحبهم ماتوا قبلك. بس ثانيه واحده، العلم برضو عن تفسيره. مخك وهو بيموت بيفرز مواد مهدئه، الرؤيه بتضيق فبتشوف نفق، ونقص الاكسجين بيخلي دماغك تولع وتركب لك فيلم كامل جوه دماغك. يعني باختصار انت ممكن تكون بتعيش لحظه روحانيه، وممكن تكون بتعيش فيلم من اخراج جهازك العصبي. فلو خرجت من جسمك ما تتخضش، انت لسه معانا. بس لو شفت نور اتاكد الاول انها مش لمبه.